السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتكلم عن خبر مفرح للمغاربة. وأخيرا بدأت كتحرك النقابة وبدأت كتحرك النقابات الشغل وكذلك المعارضة والغدا باش يشوفوا حل لهذا نسبة الغلاء، وكذلك باش يزيدوا في الأجور. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هذا الموضوع، اللي ما مشتركش معنا مرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم أي جديد، وكذلك ما تنسوش الصلاة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المدير الخارق أن المركز النقابية طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك مع ضاع من الطبقة العاملة من القدرة الشرائية. وأوضح مخرج عقب هذه الجولة أبريل للحوار الاجتماعي على أن الوفد الاتحاد شدد على ضرورة خفض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة بدون تهرب جبائي للضرائب بنسب عالية كتوصل حتى 38%. بخصوص هذا الارتفاع في الأسعار، قال مخرق أن الوفد الاتحاد المغربي للشغل طرح في الاجتماع إشكاليات غلاء المعيشة بالنسبة لعموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقات المتوسطة، وكيشير على أنه تمت مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية. وأبرز هذا النقابي ذاته في بيان توصلت به مصر أنه تم خلال هذا الاجتماع طرح الإشكاليات الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماع 20 أبريل من السنة الفارطة، مسجلا غياب أي حوارات من هذا النوع على مستوى الوظيفة العمومية باستثناء قطاع الصحة والتعليم. مشار أيضا على اتفاق نقابات مع الحكومة على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لتدارس كل هذه المحاور على أمل الوصول إلى نتائج ملموسة قبل فتح ماي، معربا عن أمله في أن يكون العيد العمالي مناسبة لجذب بشرى زيادة الأجور إلى الطبقة العاملة، أي أن في عيد الشغل إن شاء الله غتكون واحد الزيادة، وهذا كونوا على يقين أنها ستكون زيادة لكافة الأجراء وكذلك الطبقة المتوسطة، غادي تزادهم واحد النسبة في أجورهم. نتمنى خير وعلى أنه تكون واحد الزيادة وتكون الحكومة تتبارك ما فاتها، لأن الحكومة الآن يكون واحد السخط شعبي كبير على الحكومة لأنها لم تفي بالوعود، لا بالبرنامج الحكومي الذي صدرت، لا بأي وعد قالته عبر الصحف أو عبر الجريدة الرسمية أو عبر العديد من المنصات.